بما إننا في موسم المانجا فمفيش أحلى ولا أجمل من ترايفل المانجا، وخصوصا المانجا في مصر لا يعلى عليها. ترايفل المانجا حالة بارد، شكله ولونه وطعمه في منتهى الجمال. تحسوه من الحالة الراقي جدا. وعلى فكرة هو بيكون سهل قوي، مش بياخد وقت زي ما انتم متخيلين. هو ممكن يتعمل ببساطة جدا. طبقاته جميلة جدا. وطعم المانجا فيه بيكون في منتهى الجمال. اخترت ثمرة مانجا تكون مستوية عشان يكون لونها لذيذ كده وطعمها حلو. هبتدي أقشرها وأقطعها مكعبات. الطريقة دي بتكون سهلة أكتر كمان من إن احنا نقشرها وبعدين نقطعها، بيكون شكلها أفضل وتطلع المكعبات متساوية. أنا احتجت ثمرتين مانجا. المكعبات دي هستعملها في الحشو وهستخدمها كمان وأنا بعمل كريمة المانجا. شكلها في منتهى الجمال. طبعا هنزود الكمية شوية لأن أكيد لو عندكم أطفال هيفضلوا رايحين جايين ياكلوا منها، فزودوا شوية في الكمية اللي هتقطعوها. جبت الكبة وهضيف فيها مكعبات المانجا. مش هضيف أي سوائل، أنا ولا حتى سكر، ولا هحط سكر ولا سوائل لأن أنا عايزة أعملها بيوري. أضربها كويس في الكبة. عايزاها تكون مخفوقة كويس وفي نفس الوقت تكون تقيلة. قوامها تقيل عشان ما تغيرليش من قوام الكريم شانتيه. جبت كيك أنا كنت عاملاه قبلها بساعة وسبته يبرد، كيك فانيلا، وهقطعه سلايسز. تقدروا تقطعوه سلايسز أو تقطعوه مكعبات. ولو ما عندكمش كيك خالص تقدروا تستخدموا أي نوع بسكت في البيت. هجيب الكاسات قبلها، هجيب العجان وهضيف عليه كوباية معيارية من الكريم شانتيه الخام اللي ما فيهاش أي سكر. وجبت تلت كوباية مية متلجة، مية جواها تلج حطيت فيها من التلج. بعمل كده ليه؟ علشان أنا عايزة المية تكون باردة جدا. الكريم شانتيه لازم نستخدم معاه مية تكون متلجة. ضفت معلقة كبيرة عسل أبيض، ولو هتستخدموا كريم شانتيه فيه سكر يبقى مش هتضيفوا معلقة العسل. هخفقهم كويس في العجان لحد ما أحس إن الكريم شانتيه تضاعف حجمه وتقل وبقى كريمي جدا. هضيف عليه بيوريه المانجا. لو حسيت إن بيوريه المانجا أثر على قوام الكريم شانتيه تقدروا تضيفوا معلقة لبن، تقدروا تضيفوا معلقة كريم شانتيه باودر. هقفل العجان وهميكس كويس لحد ما اتأكد ان الكريم شانتيه وبيوريه المانجا امتزجوا كويس جدا واختفى بيوريه المانجا تماما. طبعا هندوقه
لو حسيت ان هو محتاج، لو انتم حاسين ان هو محتاج سكر تقدروا تضيفوا. بصراحة انا ما بحبش في وصفات الترايفل ازود السكر قوي، لان المانجا بتبقى طعمها اصلا فيها سكر. دقتها وحسيت ان هي كده كويسة. هجيب الكاسات اللي هحط فيها الترايفل، وهبتدي احط فيها شرايح الكيك، وزي ما قلنا نقدر نستخدمها شرايح او نقطعها مكعبات. جبت كوباية عصير مانجا طازة برضو، وهبتدي اسقي بيه الكيك. انا هطري الكيك بس، مش هزود العصير قوي عشان انا مش عايزاه يعجن. واستخدمت الفرشة عشان مش عايزة احط كمية كبيرة، يا دوبك اطري بس الكيك. لو استعملت كيك فريش جاهز اتأكدوا ان هو يكون فريش. جبت مكعبات المانجا وهضيفها فوق الكيك، بس هسيب مكان عشان لسه احط كريمة المانجا. ما تملوش الكاس لحد فوق. جبت معلقة كبيرة جيلاتين ممتاز، ملهوش طعم ملهوش ريحة. لو قلقانين من الجيلاتين اللي موجود يبقى نستعمل الجيلي. هحط عليه معلقة كبيرة مية مغلية، وهقلبه، وهضيفه لكوباية عصير مانجا. لو هتستعملوا جيلي المانجا يبقى هتحط باكو المانجا، باكو الجيلي البودر المانجا عليه نص كوباية مية مغلية ونص كوباية مية بارد. يعني هتقللوا كمية السوائل اللي في الجيلي عشان عايزين الجيلي يكون تقيل شوية. هسقي مكعبات المانجا بعصير المانجا اللي فيه جيلاتين، وهحطه في التلاجة لحد ما يتماسك. طبعا انا بضيف عصير المانجا اللي فيه جيلاتين بيكون بارد ما بيكونش سخن. ولو هتستعملوا جيلي مانجا برضو يكون بارد. هحطه في التلاجة يتماسك. مجرد ما يتماسك هطلعه. طبعا احنا بنشتغل بسرعة اول ما يتماسك علشان احنا بنشتغل بمانجا فريش. الفواكه الفريش بتغير طعم ولون بسرعة. يعني اول ما تتماسك نكمل الوصفة بتاعتنا على طول. حطيت كريمة المانجا في كيس حلواني، واحطه في الكاسات، وهسويه بالاسباتيولا. عملت طبقة الجليس عصير المانجا وفيه جيلاتين، نفس الطبقة اللي انا حطيتها فوق مكعبات المانجا. وطبعا طبقة كريمة المانجا سيبناها تتماسك شوية في التلاجة. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. ولو عجبتكم الوصفة جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات. خلصت طبقة الجليس وبرضه هحطها في التلاجة شوية تتماسك، لأن أنا متقلة الجيلاتين شوية، فهو هيتماسك بسرعة. مجرد نص ساعة في التلاجة بس هتحسوا ان هو تماسك واعطاكم طبقة في منتهى الجمال. طبقة الجريس عملت لون جميل جدا. الطبقات نفسها شكلها حلو قوي. بصراحة اي حلا بيتعمل من المانجا بيطلع جميل جدا. مفيش حد ما بيحبش المانجا، خصوصا ان المانجا في مصر مميزة وطعمها تحفة. هجيب شوية فستق وهكسره، بس مش هكسره يبقى ناعم قوي، عايزة احط منه طبقة فوق. طعمه بيبقى لذيذ قوي في الوصفة دي.
فهجيب شوية فستق كده واحطهم في الجناب، وهجيب فراولاية اقطعها زي المروحة، واحط معاها ورقة نعناع فريش، وهزين بيها الترايفل من السطح. شكله في منتهى الجمال، طعمه يجنن. بصراحة الترايفل ده غرام. الوصفة دي اكتر وصفة بتطلب مني في البيت. مفيش حد الا بيحبها جدا. بس برضو زي ما قلنا لازم تتعمل وتتقدم فورا. مجرد ما تتماسك تقدروا تقدموها على طول. ما ينفعش تعملوها وتركنوها مثلا لحد تاني يوم. اي وصفة فيها فاكهة فريش تتعمل وتتقدم على طول. ما ينفعش تترك. بالمعلقة هوريكم الطبقات بتاعتها، منتهى الجمال. ميكس الكيك مع المانجا مع الجيلي مع كريمة المانجا مع طبقة الجليس مع طبقة الفستق، طعم غرام بجد. هيعجبكم جدا، مش هتبطلوا تعملوه. وبألف هنا على قلبكم.